هل واجهتِ صعوبة أثناء التعلم النقش؟ طبعاً واجهت صعوبة وأنا مبتدئة في التعلم. تعلمت في البيت، كنت أطبق صور، بعد ذلك دخلت دورات عبر الواتساب. وقت التعلم عبر الواتساب كنت أواجه صعوبة في تطبيق الواجبات. كنت أبحث على كتب نقش أتعلم منها. كنت أتخيل الكتب في رأسي وأتمنى أحدا يعطيني كتب أنبش فوقها عشان أستمتع وأنا أتعلم. لذلك قررت أفعل الكتب وحط فيها التمارين التي كنت أتمناها وقتما كنت أتعلم. من هي أول واحدة نقشتيها؟ أول واحدة نقشتها كانت بنت صغيرة، وأول امرأة كبيرة نقشتها عادنا ذاكرة لها ولم أنساها، لأن نقشي كان نقش متعلمة وكنت أكرر بعض الزهور والنقاط. وتلك المرأة كانت مع بناتها الثنتين تقريبا نفس عمري. وقتها كنت أنقش وأسمع بناتها يضحكن ويتهامسين على نقشي لأن لم يعجبهن، وكلما انقشت وردة أو أضفت نقطة اسمعهن يضحكين. المهم كنت أتجاهلهن وأكمل عملي. بعد ذلك توقفت ولم أعد أرغب في استقبال حجوزات، يعني أحبطت. عندما تعلمت النقش بشكل أفضل وبحثت عن زهور جديدة على الإنترنت، طورت نقشي واستعدت ثقتي بنفسي، وقمت بنقش صديقاتي وأهلي، وكان الجميع يمدح نقشي في منطقتنا، وعادت ثقتي بالنقش بكل قوة، وانشهرت من بعدها. هل كنت تشكين بحالك أحيانا أنك ما تقدري تنقشي؟ طبعا كنت أشك بشغلي، لأنني كنت أوقف النقش أسبوعا أو شهرا عشان أرتاح وما أستقبل حجوزات، فكنت أحس يدي تثقل وأشك بنفسي أني نسيت الزخارف والنقشات. لكن كنت أدبر حلا لهذه المشكلة، وفي الليل أتعلم نقشات جديدة وأحرك يدي عشان تجي الزبونة الصباح أو العصر وأنا واثقة من شغلي وحافظة نقشات جديدة.